بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم شوربة السي فود من قناتي طبخة ووصفة وأكلة، وإن شاء الله الأكلة دي هتبقى ترند بفضل مساعدتكم، وهوريكم إن الأكلة الجميلة دي محدش يعرف يعملها إلا الإسكندرانية. حاجة كده في منتهى الجمال، تحفة. وازاي فيها كل المكونات دي واحسن مليون مرة من المطاعم، واستحالة تاكلي كل المكونات دي في شوربة سي فود في مطعم ابدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تشجعوني وتدعموني. المكونات بتاعتنا طبعا اول حاجة جندفلي، سمك فليه، جمبري الحجم اللي انت عايزاه، بس طبعا يستحسن الحجم الكبير ده، كابوريا، صبيت ويكون متنضف ومغسول بالدقيق كويس جدا. اول حاجه الكابوريا هنجيبها ونهذبها كده ونقطع منها الاطراف الرفيعه الاخيره دي عشان خاطر يبقى منظرها كده جميل، وفي نفس الوقت مش هنرمي. احنا هناخدها دلوقتي وهوريكي هنستخدمها في الشوربه ازاي. اهي انا قطعتها بحيث ان هي يبقى منظرها جميل كده. ايوه، وبعد كده هقسمها كمان نصين. بصي كلها مبطرخه ازاي. وعشان تبقى مبطرخة لازم تجيبيها نتي. يعني ايه النتي؟ هو البياع عارف. الجمبري، الجمبري هتجيبي اي حاجة رفيعة. انا طبعا جبت الخلة بتاعت الشيش طاووق، تحطيها في الظهر علشان في خيط رفيع من الرملة، خيط كده عبارة عن خيط رملة في ظهر الجمبرية لازم يطلع شريطة كده، لازم تطلع بالراحة خالص. بس انا هنا كان للأسف الجوانتي كان معكسني شويه، بس هوريكي دلوقتي فين الشريطه دي وازاي تطلع من الظهر كده. اهي هي باينه. في بعض الجمبريات ما بتبقاش فيها، اهي تشديها بالراحه خالص وتركنيها على جنب. هي دي اللي بتبقى مليانه رمله ومش لازم خالص تبقى موجوده معانا في الاكل. وطبعا الجمبري بعد كده ايه بتقشريه بالراحه بقى. انا طبعا كملته تقشير لوحدي لان الجوانتي كان معكسني بصراحه. ده الصبيط مغسول بالدقيق ومتنضف، ويا ريت تخلي البياع ينضفهولك. هي بيبقى الصبيط ده بيبقى فيه حبر، هو ما بيبقاش كده. طبعا هو هنا متنضف كويس جدا ومغسول في الدقيق. انا همسك الظهر بتاع الصبيط، اقطعه حتت صغيره، والديول او الرجول بتاعه الصبيط بركنها على جنب عشان هعملها طاجن صغير. انا كده بقطع الظهر بتاع الصبيط، ودي الرجولة هي مش بحبها في الشوربة، فبركنها بعمل منها طاجن للي يحب ياكل الطاجن ده. اهو ده السبيت كده، الدهور كلها اتقطعت، وده اللي هي الرجول او الديول دي هنقطعها ونعملها مقطعينها وهعملها طاجن. جبت بقى حلة وعملت فيها، غليت فيها مية وحطيت فيها بصلاية، وجيت بدأت ان انا اتبلها ملح، وحطيت كمون، حطيت شطه، وحطيت فلفل اسمر، التوابل بتاعتنا. وهحط بقى في الحله دي هحط ايه؟ هحط قشر الجمبري والرجول بتاعت الكابوريا اللي انا كسرتها وقطعتها لوحدها. دول هحطهم. ليه هحطهم؟ انا طبعا غسله الجمبري الاول كويس جدا. ليه انا هحطهم؟ هحطهم عشان الشوربه اللي انا هشتغل فيها تكون كلها فسفور، كلها فسفور. استفيد بالقشر بتاع الجمبري والرجول الصغيره اللي انا قطعتها بتاعه الكابوريا، اخد كل الحاجه الفايده اللي فيهم. وهوريكي دلوقتي هعمل ايه. همسك طبعا السمك الفيليه اللي انا جايباه، ده سمك محرات. في ناس بتجيب سمك اسمه سمك قرش برضو بيبقى فيليه. اي سمك فيليه تلاقيه في السوق، ويتقطع حتت صغيره علشان خاطر اللي يشرب الشوربه تطلع معاه بقى حتت لحم كده. الحاجه لازم تكون متنضفه وتتقطع بشياكه يعني.
طبعا هنا عندي ادي الجمبري متقشر، السبيط متقطع، الكابوريا متكسره، اللي عندي السمك الفيليه برضو متقطع. دول 4 حاجات، يبقى انا فاضل لي حاجه واحده اللي هي ده. هنركنه دلوقتي على جنب. فاضل لي حاجه واحده اللي هي الجندفلي. الجندفلي لازم يتحط في ميه علشان يفتح، وتتاكدي ان هو نضيف. لازم تفتحيه كله. طبعا انا مش باخد اللحمه اللي جوه، انا بحطه زي ما هو، بس اكون مفتحاه كله ومتاكده من نظافته، لان ساعات بتبقى في بعض الجندفليات، صح كده؟ الجندفليايه بتبقى ساعات مليانه رمله، بتبقى دي، وخاصه الجندفليايه اللي هي بتبقى مغلقه خالص. المفروض ان هو يبقى مفتح شويه، او الديل بتاعه طالع كده من الجندفليايه، تحسي ان هي طازه. فانت لازم يتفتح كله، وتتاكدي ان هو ما فيهوش رمله. يبقى انا كده حاجتي كلها جاهزه. ادي ال5 انواع. استحاله في مطعم هتاكلي ال5 انواع، استحاله شوربه سي فود هتبقى فيها الكلام ده، او هتبقى بنسب صغيره جدا يعني. اهو كل حاجه جاهزه دلوقتي. ده الكابوريا والجندوفلي والسبيط والجمبري والسمك الفيليه. ده بقى اللي هو الرجول او الديول بتاعه السبيط. انا بقى هنا الشوربه بقى غلت كويس قوي بقشر الجمبري، اقوم مصفياها. يبقى انا الميه اللي هشتغل عليها مش ميه من الحنفيه، لا، هشتغل على الميه دي، ميه الميه اللي كلها فسفور. انا اخدت كل الفسفور من قشر الجمبري، واستفدت بيه 100%. اهو القشر خلاص هركنه على جنب، وصفيت الشوربه، وخدت الشوربه دي هشتغل عليها. احطها تاني على النار، واحط فيها بصلايه حلوه، واتبلها برضو. اتبل برضو الشوربه ديت، لو او هزودها مثلا ميه شويه ميه كمان، واشتغل عليها. انا هجيب دلوقتي اول حاجه احطها السبيط عشان يتسلق. السبيط هو اكتر حاجه في المكونات بتاعتنا دي بتاخد سوا، فنحطه الاول شويه، وكشفت عليه وهشوفه اذا كان قرب يستوي. هبدا ان انا احط مقدار من الحاجات اللي عندي. انا هنا لقيته خلاص يعني بدأ يطرى، فجبت اللي بعديها على طول بعد الصبيط احط الكابوريا. كل ده فسفور وفيتامينات، بصراحة بيبقى طبق تحفة. حتى لو اتعملت الشوربة دي مرة في السنة، مكوناتها غالية، بس مرة في السنة اكليها لولادك وجوزك مرة في السنة، تحفة. خلاص كده احنا حطينا الكابوريا وحطينا الصبيط. هنبدأ ان احنا نحط الكرفس، والكرفس ده يعني حاجة عامل هام مهم جدا، او صلب الموضوع. لازم كرفس، لازم كرفس في شوربة السي فود. هنا بقى هجيب السمك الفيليه المتقطع وهحطه، يبقى ده تالت مكون بحطه. برضو كل حاجة ما احطها ادي للحاجة، ادي لايه للحلة بتاعتي غلوة قبل ما احط المكون التاني. انا هنا بقى دلوقتي هروح الرجول او الديول بتاعه بتاعه السبيط. هبدا ان انا اعملها طاجن صغير، طاجن صغير خالص على قد الحبه اللي انا قطعتهم. اكون مقطعه بصلايه وطماطمتين، مقطعاهم اي تقطيع انت عايزاه يناسبك. والمفروض ان انا هنا اكون حاطه كرفس. انا مش عارفه الكرفس هيظهر دلوقتي. هتبلها شطه، ملح، كمون طبعا، وفلفل اسمر. طبعا اي حاجه فيها سمك بنحط لها كمون، لازم عشان الزفاره. وبعد كده هحط الصبيط، والكرفس هيظهر كمان شويه دلوقتي اصلا. تقريبا انا كنت ناسياه او حاجه. دي طبعا اهي انا مقطعاه الصبيط. تقلبيه كويس، والمفروض يبقى هنا في الكرفس، بس هو هيظهر دلوقتي ان شاء الله.
يعني انا بوريكي هنا كمان ان احنا ما رميناش اي حاجه، استفدنا بكل شيء، كل شيء، حتى قشر الجمبري استفدنا منه. هنا كده ادي الشوربه شغاله كانت على النار. حطيت فاضل مكونين عندي، الجندفلي والجمبري. ادي الجندفلي هحطه دلوقتي، كله مفتح كله مفتح ونضيف وزي الفل. لازم يتكشف عليه واحده واحده لان ساعات بيبقى فيه رمله. طبعا في ناس بتعمل شوربة السي فود من غير الحاجات اللي هي محتاجة فتح دي، زي مثلا الكابوريا زي الجندفلي، بس أنا عن نفسي أنا بحبها بمكوناتها دي، ما تبقاش حلوة ولا كلها فسفور إلا بالمكونات دي، تبقى حاجة كده قيمة بصراحة. في ناس بتعملها بالجمبري بس أو بالجمبري والصبيط، بس لا، هي لازم ما كانتش كده زي الكتاب ما بيقول، هو كده. هنا بقى طبعا انا بدور على الكرفس دلوقتي، لقيته الحمد لله. لقيته الحمد لله. لازم اساسي اساسي في الطاجن بتاع الصبيط الكرفس، اساسي. وشوربه السي فود اساسي فيها الكرفس برضو. طبعا دي هحط لها خلاص شويه زيت وهدخلها الفرن. ممكن تحطي ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه مش كتير، لان هو لازم يطلع الطاجن كده متشمع. اجيب بقى الحله بتاعتي واحط معلقتين زبده او ودلوقتي هنعمل ونجهز الكريمة. انا ما بحبش اعمل الكريمة تكون كريمة لباني جاهزة، انا بحب اعمل في البيت بالاسلوب ده، وهتشوفيه وهيعجبك جدا جدا جدا. او سمنة فلاحي ومعلقة دقيق، لو الحلة كبيرة بتاعت السي فود هتحطي معلقتين زبدة او سمنة فلاحي ومعلقتين دقيق. وطبعا هنحمرها يعني نفس الاسلوب اللي بتعملي بيه البشاميل، هيصفر خالص اصفر غامق الدقيق. واكون طبعا مجهزه اللبن اهو. انا كده اللبن حضر بعد ما اصفر الدقيق. احط اللبن كوبايتين لبن. خلاص كده، هو حتى لو طلع البشاميل تقيل مش مشكله خالص، لان احنا هنحطه في الحله مع الشوربه، فهيسيب اصلا وهيبقى سايب، بس هيدينا اللون الحلو والطعم الجميل في الشوربه. طبعا هنا لو لقيتي ان الدقيق بدأ يكلكع منك، طبعا الهاند بلندر المفروض اساسي دلوقتي في البيوت، تضربيه على طول بالهاند بلندر، بيسهل بقى الموضوع خالص. خلاص مثلا كنا زمان الاول لو كلكع مننا البشاميل نتجنن ونبقى مش عارفين نفك الدقيق من اللبن والكلام ده، لا، دلوقتي الهاند بلندر على طول واضرب، هتبصي تلاقي الدقيق فك. خلاص بقى كده بقى بشاميل تحفه. هو تقيل شويه مش مشكله، نحطه برضو لان هو اصلا هينزل على الشوربه. هو كان تقيل اهو، جميل جدا، تحفه كده وهو تقيل لانه هينزل على كل الشوربه دي. خلاص هيدي بقى اللون بتاع السي فود الابيض، وما اقولكيش على طعم البشاميل اللي فيه، عاطي طعامه فوق الوصف. هو كده مش بشاميل خلاص، هو نزل خلاص ساب، بس عطاني اللون والطعم. تحفة تحفة تحفة، بتتاكل في المطاعم، ويعني محدش بيعرف يعملها الا اللي هم يعني اللي بتبقى بيرفكت جدا جدا في الاكل يعني، وكمان خصوصا الاسكندرانيه. خلاص بتسيبيه بقى يغلي، بتتبليها برضو، عايزه ملح تحطي، عايزه فلفل اسمر تتحط، عايزه شويه شطه. نظبط التتبيله بتاعتنا ونسيبه ياخد بقى غلوته وياخد ويدي مع نفسه كده ل5 دقايق، 5 دقايق او 7 دقايق بس مش اكتر، واطفي عليه. انا بقلب كويس عشان خاطر يتجانس كله مع بعضه، يتجانس البشاميل كله مع الشوربه، واغطي عليه لمده 7 دقايق. هنا بقى الطاجن بتاعي طلع من الفرن، طاجن الصبيط، الطاجن التحفه ده، طاجن صغنون وكل حاجه، بس طاجن تحفه تحفه. بصي لازم يبقى مشمع كده من الميه خالص، مفيش ميه. الله، واو واو، ما شاء الله، تحفه 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 تحفه. بالله عليكم جربوه والله ما هتندموا، امشي بنفس الخطوات
هتاكلي احلى شوربة سي فود، ولا في المطاعم ولا في المطاعم. اوعوا تنسوني اشتراك ولايك وتعليق جميل كده منكم، ويا ريت بقى شير للفيديو ده علشان انا نفسي يبقى ترند، لان بصراحة انا جالي احباط، مفيش تشجيع خالص يا جماعة. والى اللقاء في وصفة واكلة جديدة.